وفيما يخص يا أستاذنا الحضانة، مم. دايما الحضانة للأم. أيوة. طب إيه الحالات اللي أنا كأب ليا الحضانة وإزاي أثبتها؟ هي القانون القديم، مم. القانون اللي كان معمول بيه قديم كان بيخلي الحضانة للأم لغاية 7 سنين بالنسبة للولد، و9 سنين بالنسبة بالنسبة للبنت. للبنت. وبعد كده مفيش تغيير، مم. بترجع الحضانة للأب مباشرة، وتنتقل حضانة الصغار للأب مباشرة. دي القانون الجديد عدل وقال لك أن الحضانة تنتقل لما يبلغ الصغير سن 15 سنة، ولكن فرق بقى هنا في إيه؟ فقال لك ويخير الصغير، ويخير الصغير إن هو يقعد مع أبوه أو يقعد مع أمه. تمام. فده الفرق ما بين القانون القديم والقانون القانون الجديد، الجديد. وبالتالي غالبا ما بيبقى ايه، الصغير بيختار امه لانه بيبقى عاش معاها فتره 15 الارتباط سنه، بالأم طبعا. فارتبط بيها اكتر من الاب، وبالتالي بتقعد ايه الحضانه كده. ودي برضو حاجات برضو بنجد فيها في الحياه العمليه مناقشات كتيره وجدل كتير، وفي بعض احيان تبص تلاقي تلاقي الناس تيجي تقول لك طب انا عايز ولدي، عايز ابني، وفي حريم بعد ما يكمل الولد 12 سنه 13 روح عند سنه أبوك. وما تقدرش تسيطر عليه، بالنسبه للولد اصبح كبير مش عارفه تسيطر عليه كذا، تقول له روح لابوك. يجي الاب يقول له لا، انت بعد ما بوظت اخلاقه وبعد ما عرفتيش أنا تربيه بتاع معرفوش. الدهولي دلوقتي ما قدرتش تستلمه، بتحصل للأسف. مشاكل كتيره بسبب الموضوع ده. الأب مظلوم في الموضوع ده. فالاب مظلوم، انا شايف ان الاب مظلوم. مظلوم في الموضوع ده، مظلوم. مظلوم لان هو ايه، معلش انت خلاص جبت انت انفصلي وقبلت انك تتجوزي، فالمفروض الولد يروح لابوه، لكن لا قاعده تبص تلاقيها يتنقل حضانه ده للجده الواقع الام العملي. وتقعد مع الجد الام، ويبقى الاب ايه يعني مش عارف يربي ابنه ولا عارف مم. يسيطر عليه. وغالبا في الحالات اللي زي كده بيحصل ايه؟ ان الام بتحاول تتودد لاولادها والاب بيحاول يتودد لاولادها، وده بيكون سبب في فشل الابناء. للأسف. أيوة. للأسف. هل في حالات تسقط حضانة الأم؟ هي تسقط حضانة الأم في حالة، طبعا احنا قلنا لما تتزوج بآخر أجنبي، ففي الحالة دي بتنتقل الحضانة الأم إذا كانت موجودة. تمام. وتسقط الحضانة تاني إذا ثبت الزوج، بأن الأم سيئة السمعة أو في أي مشاكل من ناحيتها، محكوم عليها في أحكام جنائية، أثبت عن طريق محاضر في أو المركز عن مثلا. طريق محاضر في المركز أو عن طريق كذا. وأنا تحضرني واقع في القصة دي إن أب حاول بطريق بشتى الطرق ان هو ياخد الاطفال، فكانت الجده لام معاها الحضانه وكانت بتاخد العيال دي وتقول راح تتسول بيه. الله. فما كانش عارف يثبت ولا عارف يجيبه بتاع، فاضطر ان هو يعمل ايه بقى، ايه يدور وراها ويصورها وهي بتسرح وهي العيال فعلا كانت الصغيرين، كانت بتسرحهم فعلا. بتسرحهم. وكان ايه دار صورها كام صوره كده اهو بتاع، وراح عمل محضر بالصور في المركز، وراح رفع الدعوه والمحكمه استجابت ليه وعطت ما هو معاه الأدلة ومعاه الإثبات. لانها كده ثبت ان هي غير امينه على دي من الوقائع الغريبة دي من دي. الواقع برضه اللي هي يعني الراجل دايما مظلوم في موضوع الحضانة ده دايما. بس فهي تسقط الحضانه في الحاله دي بس كده، اذا كانت الام تزوجت باخر او كانت سيئه سيئة السمعة. السمعه او ما عرفتش تحافظ على الاطفال. مفيش غير كده. ما فيش غير كده، او لو بلغوا 15 سنه ويختاروا. واختاروا ابيهم، ففي الحاله دي تمام يا أستاذنا. تمام. الله يبارك.